أنا أوعدك وعد شرف، إذا طلع مغربي يصل إلى بداءتكم وإلى حقارتكم ويطعن في الأعراب سأقول له لعنة الله عليك إن كنت تدعي أنك من أخلاق الملوك أو أنك ملكية. كما أقولها أنتم في وجوهكم لعنة الله عليكم إذا كنتم من أحفاد الشهداء، والله أنكم من أحفاد الحركة، ما عندناش خوف. أما مسألة أنه أنا لي مشروع حتى نفكك الجزائر كالمسبحة ونشكككم ونهزكم في جغرافيتكم وفي تاريخكم، أنت هنا يعني جبت الربحة يا صاحبي، أنت هنا ارتكبت خطأ فادح وأنت تقول هذا الكلام يا ياسين. وأعتقد أن الجزائريين سيأكلونك أكلا. كيف الواحد مسكين متكتك مثل أسعد الشرعي يستضيف فلان أو علان يشكككم في مقدساتكم؟ معناته أنتم دولة كرتونية، معناته تاريخكم من كلام فارغ. إذا كنت أنا أستطيع أن أشككك في جغرافيتك وفي هويتك وفي تاريخك، معناته أنا القوة الضاربة وليس أنت. أنا اللي قوة ضاربة مو أنت ولا أنت قوة ضارطة. أنت قوة ضارطة، أنا القوة الضاربة أنا. ما دام أنه أنا بتيك توك واحد أسعد الشرعي يستطيع أنه يدقدقكم ويشكككم في جغرافيتكم ومقدساتكم وشهدائكم كل شيء، معناته أنتم يعني أي كلام أي كلام. للأسف الشديد قبل أن تطلعوا واحد جديد أنادي، شوف هذا نداء وميثاق شرف بيني وبين شرفاء الجزائر، أريد حالة من البراءة، براءة من الجزائري الذي تربى على دين محمد صلى الله عليه وسلم، والذي ربوه شهداء أبرار قد أفضوا إلى بارئهم، والذي تربى من أب وأم جزائريين في بيئة صالحة وفي أسرة محترمة، أن تطلعوا وتتبرأوا وتقولوا من يسبون حاشا لله أن يكونوا من أحفاد الشهداء. هنا نكون قد نزهنا الشهداء من سفاهات سفهاؤكم، ننزه الشهداء نخليهم راقدين. عيب واحد يجي يدعي أنا جدي شهيد ويتلفظ ويلطخ جده الشهيد في القبر. حرام. لو كان عندكم غيرة على الشهداء قسما بالله لو وقفتم هذا الموقف أنتم بدون ما أطالبكم أنا. المفترض تقفوا هذا الموقف أنتم بدون ما أطالبكم أنا. الله يهديكم. طلعوا لنا واحد، طلعوا يا أخي من جنسيات أخرى، طلعوا من جنسيات أخرى. طلعوا من جنسيات أخرى يا مشرفين، ليس بالضرورة أن يكون جزائريا. رقدوا المشرفين رقدوا. مرحبا. ألو إبرة، أخي تسمعونا يا أخي؟ هذا اللايف ديال النهار هذا مشكلة. اللايف ديال النهار يا أسعد أنا جدي شهيد ونقول لك كان سيسب. شفتوا نزلنا أنا جدي شهيد ونقول لك أنا يا ابن العاو يا ابن الغاو يا ابن الغاو. ما شاء الله على أحفاد الشهداء. ويلي يا جزائريين والفضيحة ويلي 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 ويلي. ألا يا ليتنا لك ويا ليتك لنا، ألا يا ليت جارك جاور دارنا أنا يا بويا أنا. ألا يا طير يا الأخضر وين بلقاك الليلة، ألا يا طير يا الأخضر وين بلقاك الليلة، أنا ما باك توعدني وتنسى وعدك الليلة. ويلي وجع الشهداء، مساكين شهداء الجزائر. والله شهداء اليمن مرتاحين في قبورهم، وشهداء المغرب مرتاحين في قبورهم، وشهداء الصومال مرتاحين في قبورهم، وشهداء بوركينا فاسو مرتاحين، وشهداء الكرة الأرضية مرتاحين. خلفوا خلف يمثلونهم إلا شهداء الجزائر خلفوا من هذه النوعية. ويلي 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 نكسب يا ويلي.
يا عينا يا عينا والنكسة، منكوسين أحياء وميتين، إنا لله وإنا إليه راجعون. يا إخواني ضروري من ثورة، قسما بالله ضروري من ثورة تكتوكية لأبناء الحركة الذين يتعمدون. أنا بدأت يا إخواني أشك، والله أني بدأت أشك يا إخواني في الجزائر أن هناك من أبناء الحركة الذي هم ناقمين على الشهداء، جزائريين ناقمين على الشهداء. اسمعوا كلامي مزيان، اسمعوا كلامي مزيان، والله أنا خصم شريف يا جزائريين. أنا بدأ عندي شعور أن هناك ناس مفرنسين لهم في دمائهم فرنسا فرنسا فرنسا. يا فرنسا قد وضعت الكتاب. شعب الجزائر مسلم وإلى السبابة يسب، شعب الجزائر مسلم ويسب سبا مقذعا، يا ربي وإلى البذاءة ينتسب. شعب الجزائر مسلم وإلى البذاءة باذئ بددددددددددع. أنا بدأت أشك يا أخواني، والله إني بدأت أشك. وعليكم أن تفتحوا لايفات ليلا ونهارا يا أخواني في الجزائر تناقشوا هذا الأمر. يبدو أننا أمام أمر دبر بليل، أن هناك جزائريين لهم جذور فرنسية من أبناء الحركة الذين خانوا الشهداء، والذين هم ممن قتلوا الشهداء، وهم ممن كانوا يطعنون الثورة الجزائرية في الخاصرة. الآن يأتون بمعرفات جزائرية وينسبوا أنفسهم أنهم أحفاد شهداء ويشوهوا الشهداء. لا تجوز تقولوا مغاربة، ما يشوا مغاربة، والله ما هم مغاربة. هؤلاء جزائريون من بني جلدتكم يا أخواننا في الجزائر. غربلوا غربلوا، اعملوا غربلة للمجتمع. شوفوا من ابن الشهيد وخلوا على جنب، شوفوا من ابن الحركي وخلوا على جنب، اعملوا لهم طريقة بحيث انه ما تتشابه عليكم البقر وتشوفوا ابن الشهيد وابن الحركي وابن الكذا. لانه انا اعتقد والله اعلم ان هذا الذي يأتي ويصرح انا ابن شهيد واقول الله امك وامك يا ابن القا يا ابن العا يا ابن العا، انا هذه مؤامرة على الشهداء، وعلى جميع الجزائريين أن يتنبهوا لها. أبناء الحركة يتعمدون الإساءة للشهداء. أيها الجزائريون الشرفاء، أيها الأحرار، يا أحفاد الشهداء الحقيقيون، يا أحفاد بن باديس، يا أحفاد مدريش اسمهم حقكم هذولاك، الذي أنتم شعب الجزائر مسلم وإلى العروبة ينتسب، كلكم مطالبون بأن تتصدوا لأبناء الحركة الذين يتعمدون تشويه الشهداء وتشويه الجزائر وتشويه الثورة وتشويه كل شيء. عندكم من أبناء الحركة من يشوهكم أيها الجزائريون ويشوه شهداءكم الأبرار رحمة الله عليهم. طلع واحد، طلع واحد، طلع. اطلع اطلع. وعليكم السلام، مرحبا مرحبا مرحبا. يعيشك عايش خويا. باهي انا طلعت الحقيقه باش نحكي حاجه معناها صارت لي الايامات اللي فاتوا كنا هكا في لايفات زايده ويدخلوا معنا جزائريه يحكيوا، وبعديك بقيت معناها هكا مع بعض الجزائريه معنا الجزائريين، دونك بقينا نحكيوا هكا كل شيء ليل الفتنه وكل حاجات هذوكم الكل. مشينا معناها صافا على الاخر، معناها ليل الفتنه ودم واحد وشعب موحد وكل شيء، فهمت؟ عاد البارح بدا والله كيما نحكي معاك بدا يبعث لي في الفيديوهات القدم نتاع تونس كيفاش كانت عندنا ازمه سكر، وبدا يعاير، عرفت؟ والله كيما نحكي معاك بدا يبعث لي كيفاش يدخلونا في الكمين نتاع السكر لتونس. هي وقتها صارت عندنا ازمه خاطر المعمله نتاع السكر اللي في تونس وقتها يعني لوبيات وكل شيء، ما نحبش نتطرق فيه الموضوع هذا. دونك هو بدا يعاير فيا، قلت له وبعديك يبدا يجبد في المغرب، قلت له اول حاجه عمره ما سبني انا واحد مغربي ولا واحده مغربيه، وحتى يجيو المغاربه عنا يعني ديما يقولوا ما يشكروا معناها في تونس. انا ما سمعتش حد سب، معناها نحكي للامانه راهو مش حتى شيء اخر.
يعني هاو نبعث لكم في السكر، هاو نبعث لكم في الزيت، هاكم انتم وليتم ملتحمين مع المغرب. اي انا ما سمعتش مغربي ولا مغربي يسبوا فيا في الاخر بالكل، ما سمعتش شكون يسب لي في بلادي يعني. اللي سمعته الكل هو الجزائريه معناها كي يجيو عنا، نعرفش كان شفتوا زاد الفيديوهات كلهم يسبوا في تونس، معناها كلهم تونس خايبه وتونس درا شنيا وتونس باهه وتونس وعليه. انا حتى كي يجوا معناها المغاربه ويخرجوا في معناها في التلفزة وفي الميكرو تريتوار متاع تونس، ما سمعتش حد سب تونس يعني. للأمانة الحقيقة كشعب وكدم أنا ما عادش عندي ثقة فيهم الجزائريين جملة، خاطر يقولوا كلام ومن بعديك بطول المدة يدوروا عليك ويوليوا يعايروا فيك. وكي بعث له انا الفيديوهات يعني كيفاش هما شادين الصف على السميد والحليب معناها المواد الغذائيه نتاعهم. يا اختي التونسيه، دابا الحلقه هذه هي لمن له مواجهه معي. اذا انت تريدي تمري شيء الجزائريين بيكون في لايف اخر، اما هذا شوفي الوقت العنوان اللي في الاعلى وجها لوجه، هذا حلقه افتحها اسبوعيا لمن لهم انتقاد علي. يعني انت إذا باغية إذا عندك أي ملاحظات عني أنا تقوليها في وجهي هنا، أما أنك تهاجم الجزائر هو هذا ليس هذا الموضوع اليوم، وإنما سنفتح موضوع آخر في شأنكم عادي. أما حلقة اليوم هي مختلفة تماما، وأعتقد ماشي بيني وبينك، ما أعتقد أن لك حاجات ممكن أن تواجهيني فيها. لا أنت يعطيك الصحة وبارك الله فيك، وما سمعنا منك أنا الباهي. يعطيك الصحة مرة أخرى وإن شاء الله في حلقة أخرى. الله يحفظك. مرحبا بك أختي الكريمة، مرحبا. الأستاذ حميد طلع يا أخوان، نوعوا لي الجنسيات، شوفوا إذا في مغاربة يريدون المواجهة مرحبا. إخوان دقيقة يا أستاذ حميد، إخوان أنا هنا دقيقة أستاذ حميد، عندما أقول وجها لوجه لا تفهموا أنه صراع، أن لي سيصعد يواجهني أنه عدو، لا ليست عداء، إنما نؤصل للمواجهة. أنا ما أحب الذي يذكرني في خلفي في ظهري، يذكرني في غيبتي، أنا أحب المواجهة. يا أخي ضع أصبعك في عيني عادي ماشي مشكلة. فبالتالي الفكرة هي أنه نكسر تلك طريقة النميمة والغيبة والنميمة وهمزة اللمزة، وتروحوا في لايفات تيجوا عندي أنا مؤدبين، وتروحوا في لايفات أخرى تسبوني. ليش تجي عندي مؤدب؟ تعال خليك أنا أتيح لك هذا المجال كل أسبوع تأتي وتواجهني بكل، حتى المغربي، وأنا داخل المغرب ومستعد أن أختلف مع المغاربة ويواجهني المغربي وجها لوجه، ما عندناش أي مشكلة. ليس المعنى أنه إذا تواجهنا أننا أعداء، لسنا أعداء إطلاقا. ليس من يواجهني في هذا البرنامج عدوي، لا، يبقى أخي من ما كان، حتى الأخ الجزائري يبقى أخي، اللهم أنه بالأدب بالاحترام. اطلع قول يا أخي أسعد كيف تقول كذا وأنت قلت كذا، يا أخي أسعد ما رأيك في كذا كذا، يا أخي أسعد أنا ما فهمت موقفك من الموقف الفلاني، يا أخي أسعد لماذا فعلت كذا ولماذا قلت كذا، يا أخي أسعد أتحداك أن تثبت لي كذا. هكذا تسبونا وتلعنونا، لا في منطق ولا في عقل ولا سنستفيد شيء. تفضل يا أستاذ حميد. السلام عليكم ورحمة الله. تفضل. نعم، بداية في نقطتين أريد أن أتحدث فيهما. الأولى قضية السب والشتم والشهداء والذي يسب موش من أبناء الشهداء إلى آخره. أولا هذه المقارنة وهذا المبدأ مبني على ضلال وعلى خطأ ولا يقبل، لا يسمح بهذا أبدا. الذي سب وشتم يقاس ويقيم، يحاسب ويقيم على فعله وقوله فقط، أما أجداده فهم في أعلى عليين. عم نبي الله أبو جهل هو عمه، هل ينتقص مكانة الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه عمه هو أبو جهل فرعون الأمة؟ أبدا أبدا. وهل يعلو مقام أبو جهل لأنه عم لرسول الله؟ أبدا، يبقى هو فرعون الأمة أبدا. أما شهداؤنا الأبرار الأطهار فرفعهم الله رب العزة، مش أنا اللي نرفعهم أو الأخ أسعد الشرع أو أي إنسان. الشهداء الجزائر جعلهم الله جوار الأنبياء والأتقياء والأصفياء، مهما فعل أحفادهم فلا ينقص من مكانة الشهداء شيئا، بل بالعكس. قد يقول قائل، مش أنا، أن أحفاد الشهداء
يغفر لهم ما تقدم من ذنبهم وما تأخر لأنهم أحفاد الشهداء. قد يقول قائل ليس كلامي هذا، ليس لي شيء. هنا من قال هذا؟ من قال أنه يقول قائل الكثير يقول هذا الكلام. أن نتذكر غزوة بدر، غفر لمجاهدي بدر ما تقدم من ذنبهم وما تأخر، ليس لشيء إلا لأنهم شاركوا في غزوة وحرب عظيمة هي بدر. فهذا العظمة تجعل الإنسان في مكانه وفي رقي عالي جدا. ليس كلامي هذا، كلام ربنا، هذا وديننا. إذا أنت تدين الله بغير هذا الدين لا أعلم ما هو تقييمك. هذا بالنسبة للسب والشتم. السب والشتم قد يكون الناس الذي يقولون هذا الكلام من السب من أصلح الناس وأطيبهم، لكن لما يسمع الاستفزازات المتتالية المتكررة ويذكر شهداء الجزائر بطريقة غير مقبولة لا تقبل. نحن لا نقبل أن يذكر نبينا أو قرآننا بسوء، كما لا نقبل أن يذكر شهداؤنا بسوء. لسنا نرفع الشهداء بمقام الأنبياء، ولكن الله رب العزة رفعهم فجعل الأنبياء والأتقياء والشهداء في أعلى عليين. نحن لا ننكر هذا ليست فكرة، وإنما عقيدة عند الجزائريين، وليس عند الجزائريين بل عند المسلمين. ومن لم يرفع شهداء الأمة إلى مقام يشابه الأنبياء فليس مسلم. من أنكر شيئا في الإسلام فقد أنكر كل الإسلام، والشهداء رضي الله عنهم نسترضي عليهم. ثم الثورة الجزائرية يا أستاذ أسعد الشرعي، يا أخي أسعد الشرعي، شهد الله نحترمك شخصيا يا أستاذ، أعظم ما حدث في 3 قرون الأخيرة في البشرية كلها، في الكرة الأرضية كلها، هي الثورة الجزائرية. أنا أتمنى أن تفتح لايف نتحدث عن الثورة الجزائرية. فيها كرامات العجب العجاب، فيها الشيء ما لا يدخل إلى العقل، فيه التضحيات. أنت تعرف أن الدبابات والطائرات انطلقت محاربتهم بالحجارة والعصي، لكن أكرم الله المجاهدين والشهداء أن تفوقت الحجارة والعصي مع هذه الدبابة. ليس لشيء إلا أنهم صدقوا الله. هؤلاء الذين أكرمهم الله ورفعهم وأعلى مقامهم وأعلى شأنهم ومكانهم لا يمكن للايف أسعد الشرعي أن يقيمهم أو أن يرفع مكانهم أو ينزله، فرب العزة من أعلاه. إذن هذا شيء من العقيدة والإيمان، ليس فقط لشاب جزائري غاضب من كلام أسعد الشرعي قال له كذا وكذا. أحترمك شديد الاحترام، لكن أن تكون ابن كذا أو كذا هذا لا ينقص الجزائر ولا مكانة الشهداء رضوان الله عليه. هذا من جانب. رغم هذا أنا لا أوافق السب والشتم، ولا أنا لا أسب ولا أشتم أبدا، وأنا معارض لهذا الأمر، بل بالعكس أذهب معك أبعد من هذا. لما نصعد في جاستات مغربية خاصة وحتى جزائرية ليلا أرفض حتى الحديث مع النساء،